وسلفتي هننزل النهارده نعمل تحدي احنا الاتنين نحش برسيم. كملوا بقى معانا الفيديو وشوفوا احنا هنعمل ايه عشان تشوفوا مين فينا هيقدر يحش اكبر كميه برسيم. بس قبل ما ابدا التحدي احب اعزي اهل سوريا وحادث الزلزال. ربنا يا رب يرحم الشهداء كلهم، ويا رب يشفي الضحايا يا رب كلهم، اللهم امين. ويا رب يسترها على مصر واهلها يا رب، اللهم امين. ويحفظ اولاد واولادكم ويبعد عننا وعنكم كل سوء يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين. ربنا يخليكم ليا ويجعلكم دايما منورين قناتي. ربنا يرزقكم يا رب الرزق الحلال الواسع. بشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو وتحط لي لايك، وجودكم نعمه في حياتي. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده بقى اليوم كله نشاط كده وحيويه وطاقه ايجابيه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. انا نزلت انا وسلفت الغيط. هنحش بقى كميه برسيم. طبعا هنشوف بقى دلوقتي يلا بقى مين فينا هيقدر يحش اكبر كميه برسيم. يلا بقى نبدا كده ونسمي بسم الله. ربنا يعيننا يا رب. طبعا احنا هنحش البرسيم. هو طبعا البرسيم بياخد وقت، يعني ممكن نقعد نحش برسيم ساعه. بس طبعا عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل فانا قصرت الوقت شويه. وطبعا هنعرف ازاي مين اللي حش اكتر بكام شمال اللي احنا بنعمله ده. يعني بصوا هنعد بقى البرسيم اللي اتحش دوت نشوفه كام شمال. واحنا عندنا هنا بنسمي البرسيم يعني شويه اللي احنا بنحشهم اسمه شمال، يعني شمال جنب بعض كده بنحشوه. بعد ما نخلص التحدي هنشوف بقى كل واحده حشت كام شمال. ماشي، متفقين. اكتبوا لي بقى في الكومنتات هتعرفوا مين فينا اللي حش اكتر، او تتوقعوا مين فينا حش اكتر. اكتبوا لي بقى في الكومنتات انا ولا سلفتي. وبالنسبه لبس المش انا كنت عاملاه، انا كنت لابسه برضو نفس العبايه اللي انا لابساها ديت، الابيض الاسود في احمر ديت، اللي كانت في متابعه دخلت لي في البث وكانت عايزه تعرف العبايه انا كنت لابسه لون ايه. هي دي العبايه. الجو والله يا جماعه هوا النهارده هوا جامد زي ما انتم شايفين كده. شايفين ورق الكرنب بيتهز ازاي وورق البرسيم عمال يتهز ازاي قدامنا واحنا بنحش. الجو فعلا النهارده كان تلج بمعنى اصح. بس يلا الحمد لله، ربنا يروق الجو يا رب، يروق الحال. النهارده كان اخر يوم بقى في طوبة، فهي عايزه تعمل شكلها كده عمايلها يعني. بعد كده بقى البرسيم طبعا بيبقى له عدله كده في الحش. كل واحده فينا هي ماسكه شرشره. وطبعا واحنا بنحش بنورق برضو الكرنبه اللي تقابلنا كده من جنابها كده ونشوف. انا بصراحه يعني سلفتي بتحش اكتر مني يعني عشان تبقوا عارفين، وانا عارفه كده كويس. يعني اول ما نخلص بقى ونيجي نعد اللي شملها هبص الاقي هي بسم الله ما شاء الله عليها حشه كميه كبيره. ربنا يعيننا يا رب ويقوينا. وكنت برضه عايزه اقول كلمتين كده. ربنا يا رب يرحم اسر الشهداء ويرحم امواتنا جميعا، ويا رب يرفع عنا البلاء ده زي الزلازل واي حاجه تانية. ربنا يحمي مصر يا رب وشعبها، ويحمي المسلمين كلهم اجمعين يا رب، اللهم امين. يا رب يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، ويشفي الضحايا اللي كانوا بسبب الزلزال اللي حصل دوت. يشفي الضحايا يا رب، اللهم امين. وربنا يرفع عنا الغلاء ويرفع عنا البلاء، اللهم امين يا رب يا رب العالمين. ادعوا بقى كده يا حبايبي وانتوا بتصلوا وانتوا في اي وقت ادعوا ان ربنا يحفظنا يا رب ويبعد عننا كل سوء. ربنا يا رب يسترها معانا يا رب. طبعا بقى يا بنتي ماسكه الساعه وعماله تقول انا فاضل دقيقتين، فاضل دقيقه، فاضل دقيقتين. وطبعا الواحد بيحش بالراحه عشان ببقى خايفه ساعات على صبعي، عشان في مره كانت الشرشره عملت عورت صبعي كنت خيطته. فمن ساعتها الواحد يعني بيحش براحته شويه. هي بقى احنا كنا عاملين الوقت على نص ساعه. هي بقى عماله تقول لنا فاضل دقيقتين، فاضل دقيقه، فاضل دقيقتين، فاضل 5. فهي بصراحه يعني مسربعانا. يا بنتي اصبري شويه عم نخلص. وكده خلاص اول ما فاضل بقى 5 دقايق اول ما يخلصوا هنعد بقى نشوف احنا عملنا قد ايه بالظبط. فهو فاضل كله 5 دقايق. هي سلفتي وقفت تتكلم اهيت معايا وانا موطيها عماله احش وعماله اقول ايه خلاها تقف ترغي شويه عمال اخلص. لو انتوا بقى مستمرين معايا لحد دلوقتي حطوا اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو فضلا منكم وليس امر. خلاص بقى بعد ما الوقت خلص تعالوا بقى بينا نشوف بقى هي حشت كام شمال. 1 2 3 4 5 6. شوف هنا 1 2 3
ولسه بحش في الرابع. يعني هي عملت 6 وانا عملت 4. مش انا برضو بقول لكم قلنا بقى ايه لدام هما كده هنحش كمان شمال كده هنسوي بس الحته اللي هي اللي عشان طبعا يبقى البرسيم كله يعني حته واحده صف واحد، فقلنا نسوي الحته دي. وبكده بقى تكون هي اللي كسبت طبعا التحدي. بسم الله ما شاء الله عليها، عملت 6 شميره وانا ما عملتش اللي هما 4 بس. انا عارفه نفسي ان انا خايبه يعني. يا رب في النهايه بقى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله لو عندكم اي افكار اعملها في القناه اكتبوا لي في الكومنتات. هي كده بقى اللي فازت عليا وكسبت التحدي. انا عارفه من الاول ان انا بطيئه وعامله زي ويزو بالظبط، وبكده بقى تكون ويزو خسرت التحدي او سمسمه خسرت التحدي. يا رب في النهايه يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك واعملوا اشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.